يا جماعه بعد لما عملنا طبق اللحمه اللي فيه 4 قطع ب 100 جنيه، عملت لكم بقى 3 قطع ب 50 جنيه. طبعا الناس اللي كانوا بيتريقوا في الفيديو اللي قبل كده وفي الصوره يقول لك ايه ده؟ ما هو انت عملت ايه يعني ايه اللي انت عملته؟ يعني مش عارف ايه. يا عم انا ما عملتش حاجه. في ناس بيتحرجوا يجوا يقولوا انا عايز ربع كيلو. احنا وفرنا الاحراج على الناس، مفيش اي احراج ولا حاجه اهو. يعني انا ممكن اخد بيتي 3 قطع دول او قطعتين براحتك عادي. عايز قطعه واحده تعالى خدها يا عم وادفع 15 جنيه 20 جنيه زي ما تيجي وزنها خده. انما انت اللي بتتكلم خليك افضل اتكلم. ما هو اللي جايبنا ورا في البلد دي الكلام بتاعكم قسما بالله. عارف لو كل الناس بياخدوا وبيعملوا من غير ما يتكلموا هتلاقي الدنيا بخير وحياة ربنا. عليكم السلام. فايه خليك في حالك وحط لسانك في بقك واسكت، علشان في غيرك بياخد كده. يعني انت يا عم مقتدر ومعاك كل حاجه، ما تشغلش بالك بالناس وخليك في حالك. تشوف البوستات دي تركن في جنب علشان انت اصلا ما فيش في قلبك رحمه. الله يصلح حالك. المهم 3 قطع اهم 150 جرام ب 50 جنيه. مش هقول لك بقى انا ببيع بالنص كيلو ولا بالكيلو، لا ده لو واحد عايز قطعه واحده من دي هياخدها تمام. لو عايز قطعتين هتاخدهم، عايز اي حاجه هتاخدها تمام. احنا يا جماعه بنعمل لله مش بنعمل للناس. يعني ربنا يصلح حال الناس كلها. احنا ما بنشغلش بالنا بالناس. اهو لحم ذكر صغير اهو تمام اهو. ذكر بقري صغير. اللحمه الصغيره اللي تستوي بسرعه. عايز ب 100 عايز ب 150 عايز ب 200. الحمد لله الحمد لله كل يوم النهارده وامبارح واوله الناس بتيجي تاخد اللحمه ولا في احراج ولا في اي حاجه. سلام عليكم هات لي ب 100، سلام عليكم هات لي ب 150. انا كنت عايز اوصل لكده بس مش عشان اقول لك ده بيع. انا الحمد لله ربنا بيكرمني من عند ربنا. انما دي حاجه انا بساعد الناس فيها. مش هقول لك انا مقلل في الفلوس وكلام من ده، لا الحمد لله انا ببيع ب 340 جنيه اقل سعر في المحافظه. مفيش حد بيبيع ب 340 جنيه في البلد كلها. مش هقول لك بقى في بورسعيد، لا في المحافظه كلها بفضل من ربنا. ولحم صغير سوبر زي ده تمام. بس انا بساعد الناس بوفر عليهم الحرج علشان ما حدش يجي. في ناس كانت بتيجي تقول لك بدل ما يقولوا ربع كيلو يقول لك السلام عليكم ممكن تجيب لي نص وتقسمه على ربعين. مفكر ان انا مش هديله الربع كيلو، لان في ناس فعلا بيعملوا كده. ناس واحد يروح له يقول له ربع كيلو يتعامل بقى معاه وحش مثلا، يخلي الولد الصغير يبيع له الربع كيلو. ليه يا عم؟ انت كده كده هتدفع وهتاخد صح كده. نكونوا طيبين ورمضان كريم عليكم. ويا رب اللي يشوف الفيديو ده يعمل شير علشان يوصل للناس كلها، علشان نوفر الحرج على اخواتنا وحبايبنا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.